أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم. ده هوك الصدمة. تبطل صلاتك إذا فعلت هذه الأفعال. هوك السر حد جاي يقول لك سر من واقع خبرته وتجربته. خليني اقول لك حاجة، لو الفيديو بتاعك من اول 3 ثواني ما بيشدش الانتباه فهو مات، حتى لو كان احسن محتوى في الدنيا. احسن محتوى. انا شخصيا اتفرجت على فيديوهات كنت متأكد ان هي جامدة، بس اول 5 ثواني كانوا مملين، فقفلت الفيديوهات وعديتها. وساعتها فهمت ان المشكلة مش في المحتوى، المشكلة بكل وضوح في البداية. النهاردة هحكي لك ليه هوك الفيديو مش بس مهم، ده بقى مصير الفيديو كله في 2026. من سنتين كده كنت بعمل فيديوهات بتعب فيها من ناحية الفكرة والتصوير والفيديو، بتبقى نتيجتها 200 مشاهدة بالعافية. وفي يوم نفس المحتوى غيرت أول 7 ثواني لقيت الفيديو جاب أضعاف المشاهدات اللي كان بيجيبها. ساعتها سألت نفسي سؤال مهم جدا، هو أنا كنت غلطان ولا الدنيا هي اللي اتغيرت؟ والإجابة الدنيا اتغيرت. عارفك عزيزي المشاهد عايز تسأل السؤال ده، ليه الهوك بقى أساسي في 2026؟ وأنا هجاوبك بكل وضوح. بص، في 2026 انت مش بتنافس صناع محتوى بس، انت بتنافس ترند اليوم والفضايح اللي بتحصل والميمز اللي بينتشر في كل حتة وفيديوهات المقالب اللي بتنتشر في السوشيال ميديا. العقل البشري بقى عنده زي زرار في دماغه اسمه سكيب، اول ما يحس بالملل سكرول داون على طول. والهوك بقى اول امبريشن واول علاقة واول نظرة، لو فشلت فيها مش هيكمل ويسمعك. وطبعا يا عزيزي بتسأل يعني ايه هوك اصلا؟ تعال افهمك. الناس فاكره ان الهوك عباره عن صوت عالي او صدمه او عنوان مضروب، لا، الهوك الحقيقه هو سبب يخلي الشخص يكمل معاك الفيديو. انواع الهوكات بتكون عباره عن سؤال بيضرب في الدماغ، او اعتراف شخصي، او مشكله الناس حاسه بيها، او جمله ناقصه، او وعد بقيمه حقيقيه هيديها لك خلال الفيديو. الهوك مش خدعه، الهوك احترام لوقت اللي قدامك. اخطر غلطه بيقع فيها صناع محتوى كتير انك بتبدا الفيديو بنفسك، زي انا فلان والنهارده هنتكلم عن. لا يا صاحبي، المشاهد مش مهتم بيك لسه، المشاهد مهتم بمشكلته ووجعه وبحيرته. انت بتكسبه امتى بقى؟ لما تبدأ منه هو. ليه الهوك بقى اهم من المحتوى احيانا؟ خلينا اكون صريح معاك، في فيديوهات محتواها عادي بس الهوك بيكون عبقري، فتلاقي الفيديوهات دي نجحت. وفي فيديوهات محتواها كنز بس الهوك ضعيف، فبتلاقيها ماتت، مش علشان الناس سطحية او علشان الناس مجهدة. الهوك هو وعد، كمل ومش هتندم. طبعا يا صاحبي بتسأل نفسك طب تعمل ايه دلوقتي؟ بكل بساطة قبل ما تصور اي فيديو اسأل نفسك سؤال واحد، هل حد هيكمل معايا الفيديو ده لمدة 10 ثواني على الأقل؟ وتاني حاجة تعملها تمارين عملي، زي انك تكتب 5 بدايات وتختار منهم بداية مناسبة، تختار اقوى واحدة وتصورها، تسمعها من غير صوت. ولو شدتك يبقى انت كده تمام. الهوك مش موهبة، الهوك مهارة، والمهارة بتتعلمها. في النهاية في 2026 المحتوى الكويس لوحده مش كفاية، لازم بداية ذكية وتحترم عقل المشاهد. الفيديو ده لو خلاك تفكر او غيرت نظرتك للهوك سيب لايك واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر فيديو في سنة 2026 خلاك تقفله بسرعة، وشارك الفيديو مع اي حد لسه فاكر ان المشكلة في الخوارزميات مش في اول 5 ثواني. وبكده اقدر اقول لك سلام.